فنان عادل إمام، أهلا بحضرتك معانا على شاشة الفضائية اهلا المصرية. وسهلا. اهلا وألف مبروك لتكريمك النهاردة. ربنا يحفظك. أنا مش عارفة أقول بقى الزعيم ولا السفير ولا النجم الكبير، أي لقب. عادل امام، قولوا لي عدول. عدول. فنان عادل إمام، يعني نجوم كتير جدا النهاردة جاية بتحبك بتحتفل معاك وبيك. إيه الحالة الشعورية اللي بتمر بيها دلوقتي؟ نعم انا مبسوط جدا الحقيقه. طب نصور مع الست الوزير. تصور. فالحقيقه انا سعيد بوجود الفنان الوزير السيد فاروق حسني، والحقيقه يعني انا بيني وبينه صداقه بحكم هو فنان وانا فنان، واحنا اتقابلنا مع بعض قبل ما يكون وزير. والحقيقه كنت شايف في روما مظبوط. وهو كان رئيس الاكاديميه في روما، والحقيقه كان ابدى يعني يعني ترحيب بيا كتير جدا في روما، وصارت صداقه بينه وبين سياده الوزير من زمان يعني. الفنان الكبير النجم عادل إمام. والآن مع كلمة نجم النجوم الفنان عادل إمام. بقالي اسبوع 10 ايام اقول الصراحه اقول ايه. انا قلت ابتدي الشعر، طب حضر بيت شعر، قلت الليل والخيل والبيداء تعرفني والرمح والسيف والقرطاس والقلم. قلت انا هبتدي كلمتي ببيت الشعر ده. وبعدين قلت ايه الخيل والبيداء، ايه علاقه الخيل والبيداء بالاحتفال اللي انا هقوله ده، وهل الليل الاول ولا الخيل؟ نسيت يعني، نسيت هقول الخيل. رجعت للمكتبه بتاعتي ادور على المتنبي، هذا الشاعر الفحل، والحمد لله ان الفحل بيتقال على الشعراء بس ما بيتقالش على الممثلين. وبعدين قلت طب انا مالي، ايه ما نتكلم كلام بسيط يعني وما فيش داعي. قلت اتكلم كلام بسيط ازاي دي الناس بتكرمك، والفكر والموقف والفن. قلت انا هبتدي بالادب اليوناني القديم، سوفوكليس وارسطوفان، خاصة ان ارسطوفان كان من علامة من علامات الكوميديا، واول من زرع الكوميديا والتريقة على الآلهة حتى بتاعتهم. طبعا لو كان موجود دلوقتي كان اعدموه يعني، كانوا بهدلوه. وعلاقة الأدب اليوناني بالأدب الأوروبي والمسرحية في أوروبا والأصول الأوروبية، ونعمل مقارنة بين المسرح الأوروبي والمسرح المصري المعاصر، حيث الإنسان ينتمي أو لا ينتمي، وهذا شيء يجوز أو لا يجوز. في هذا الانتماء اللي قد نوصل أو لا نصل إلى أي مقدار من المقدورات التي ينتمي إليها الإنسان المعاصر. قلت ده هيبقى كلام كبير قوي يعني ما فيش داعي. قلت طب ابتدي، طب نتكلم في الرياضه. قلت المشكله دلوقتي مشكله ابراهيم سعيد وملخومين بابراهيم سعيد. الحقيقه انا غلبان فعلا. حينما دخلت كليه الزراعه اول ما سالتش فين السكشن بتاعي، قلت فين فريق التمثيل، لأنه كنت بمثل في ثانوي، وكنت بمثل لموليير، ويا ريت الدكتورة هدى وصفي تكون موجودة معانا هنا. وأنا بحييها الحقيقة، محيي مسرح العناجر اللي طلع منه رامي إمام واللي طلع منه شباب كتير جدا. وبحيي السيد وزير الثقافة لأنه بيهتم. مسرح ناجر ده من المسارح الجيدة جدا وإحنا مش منتبهين له. ده مصدر عظيم جدا لمواهب شابة هتؤثر وبتؤثر دلوقتي وهتؤثر بعدين إن شاء الله. المهم كنت أنا في ثانوي بمثل مولير ومثل حاجات من الأدب العالمي، وكذلك لما رحت كلية الزراعة قلت فين فريق التمثيل؟ ما عرفتش لغاية ما لقيت يافطة ظاهرة، لقيت فريق التمثيل الاجتماع يوم كذا. رحت لقيت رئيس فريق التمثيل شاب جميل جدا وعظيم بيعمل لي امتحان. قال لي أنت مثلت قبل كده؟ قلت له أنا مثلت قبل كده.
قال لي طيب احنا هنعمل روايه من الادب العالمي اسمها النورس بتاعت انطون تشيكوف. قلت له اه طبعا عارفه. طبعا لا عارفه ولا حاجه، انا جاي يعني. قال لي لا انت مش عارفه. قعدنا نهتم بالمسرحيه وقعدنا نهتم هنعمل ايه. قال لي انت شاب ممثل رائع باين عليك وجاي فيك موهبه كويسه جدا. وقال لي انت تهتم بالمزيكا الكلاسيك. فعلا بقيت اروح انا وهو نشوف مزيكا، نسمع مزيكا كلاسيك. كان زمان في جامعه القاهره بيجي اوركسترا القاهره السيمفوني كان بقياده جيكا زيدروفيتش، وكنا بنشوف الحقيقه وبنسمع مزيكا كلاسيك كانت ب5 صاغ وساعات كانت ببلاش. وبعدين قال لي انا هكون في السنه دي في سنه ثالثه، السنه الجايه هبقى بكالوريوس، انت السنه الجايه هتكون رئيس فريق التمثيل. هذا الشاب كان له تاثير كبير جدا في عادل امام. وهذا الشاب لو تذكرون في مدرسه المشاغبين حينما قلت رفعت الطهطاوي وعلي مبارك وزكي جمعه. مين زكي جمعه ده؟ زكي جمعه ده هو الشاب رئيس فريق التمثيل اللي انا دخلت عليه. هو موجود حاليا دلوقتي، ارجو ان يظهر. الشاب محمد زكي جمعه يحضر هنا لو سمح. انه الدكتور محمد زكي جمعه استاذ في جامعه الزقازيق ورجل اعمال ومن خيره شبابنا. لعلمكم هو كان رفيع زمان، ما كانش تخين كده. وكان شاب برضه. كان شاب. اهلا بيك اهلا بيك. انا بحيي الاستاذ محمد زكي جمعه لانه كان نموذج صالح ونموذج عظيم من الشبان وفي هذا الوقت. انا اشكرك يا سيد محمد. اهلا بيك اهلا بيك. لما ابتديت احترف احترفت وانا طالب في كليه الزراعه الحقيقه، ورحت عملت اول مسرحيه ليا لما نجحت في مسارح التلفزيون. عملت مسرحيه اسمها ثوره قريه. انا ما كانش لسه ليا دور، فقالوا لي انت في الفرقه كذا، فرحت قالوا لي في مخرج جديد جاي وانت في الفرقه دي. رحت حضرت الاجتماع، لقيت المخرج الجديد جاي قاعد وبص لي كده. قلت له انا ممثل تراجيديا بعمل حاجات من الادب. قال لي لا انت كوميدي، ما تنفعش غير كوميدي. حسين كمال كان لسه جاي من امريكا. فالمهم في احترفت وانا طالب في كليه الزراعه. وبعدين انا مره مروح البيت، كان ابويا الله يرحمه ما يديش مفتاح لحد، معاه المفتاح هو، مفيش حاجه اسمها حد ياخد المفتاح ويخش يخرج في اي وقت. فكل شويه اخبط، هو يقوم من النوم متقرف ويقول لي كنت فين وتحقيق وشغلانه. مره اقول له كان عندي سيكشن، ومره اقول له مش عارف ايه. كنت انا بقى ابتدت الجرايد تكتب عليا وابتدت الناس تتنبأ بموهبتي وتتنبأ بشغلي. لغايه ما مره قال لي كنت فين. قلت له انت بتقراش جرايد يعني؟ انت ما قال لي ايه في انت لغايه ما مره جالي قال لي انت بتعمل ايه؟ قلت له. قال لي انا وكيل وزاره بعت لي، قال لي انت ابن عادل امام. هو قال له انت ابن عادل، انت ابو عادل امام. قال له ماله، متهم في حاجه ولا في حاجه؟ افتكر ان انا متهم في قضيه وطلع اسمي في الجورنال. الراجل معاه الجورنال وبيقرا قال له اه في حاجه. قال له ده فنان. قال له فنان في ايه؟ ماله اللي حصل له ايه؟ قال له لا ده فنان فساعد جدا. لا لشيء الا ان وكيل وزاره كان مهتم باسم عادل امام. والان اقول لابي رحمه الله عليه وهو مات من سنوات عديده وعمره 86 عاما وكان راضيا عني الحمد لله، اقول له اين انت يا ابي لتراني في وسط هذه الصفوه العظيمه وانا اكرم. شكرا لحضراتكم. شكرا شكرا شكرا.